إخواني الحاضرون، أولا وقبل كل شيء نرحب بالأمن الموجود وأعضاء رئيس البلدية، ونرحب أيضا كذلك بإخواننا الحاضرين هنا. نتكلم يعني على هذا الإخوان الضباط، وإذا تكلمنا عليهم راح نتكلموا على جميع الشهداء، وإنما الله سبحانه عز وجل في القرآن العظيم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. صدق الله العظيم. هذه كلمة تجمع كل من جاهد في سبيل الله، وإنما لأنهم ملا يعني استشهدوا في بلدية وحدة، يعني بما نعرفوا في تاجموت. أولا شهد ملا هذا إنار سيد أحمد تلمساني من المتوفقون ملا يعني في الثقافة، يعني كانت عنده سمعة ثم. أولا 56 كان كاتب في المنطقة مع فراج، وأنا عشت مع فراج ونعرف ملايين وش هو في برا، ولكن الوطا والشوافرة والشيران جاوا داروا بالفيرما وقعدوا ثم يظنوا أنه ما كان حتى شيء. دخلوا للدار، كي دخلوا للدار مالا الحالة انفصلت، يعني دخلوا كل شيء مالا المجموعة إينال وفراج وكل شيء كانوا مسلحين، والسكوت اللي كان معهم يعني الجنود يعني قضاوا كاع على هذوك المجموعة ثم، وجاوا خرجوا. يتبلس هذا إينال ويتبلس واحد يقول له عبد الرزاق، يعني من الإهلية الآية أشد تمثيل يعني هنا في قرية بنبانيس. الثاني أبونا ونحترموه كل الاحترام وهو حق وهو في قبره، خونا مشطاش الطاهر ومالي دخل الخليفة راكم تعرفوا. التحق بالجيش التحرير في سنة 56 في الفرقان تاع بن علال قرديش، وهذا بن علال عنده 4 تاع الشهداء، 4 تاع الشهداء هذو ولاد بن علال وعبد الجبار ومحمد وعبد القادر، فهمتي؟ 4 السيد هذا بقرديش. السي احمد عنده 4 تاع الشهداء، فهمتي؟ التحق معه الأول الحروشة جندي قام به ومشطاش الطاهر، يعني آخر 56 في واد الشولي في سبينو، استشهد فيها أولا وقبل كل شيء رئيس الفرقة تاع بن علال ويقول له بقرديش قويدا. يحكي لي حكاية جندي تبليسة، كي تبليسة قعد بين المشطاش 3 عاود عيابيه حطه في ديسة، قال لي فسر قسم على الجماعة ما بين الجماعة يعني الجنود والجيش، خاطر كانوا موجودين لما زوج تاع الفرق بنجيب وبن علال. مشطاش قال لي أنا قال لي فسر قسم على الجماعة بسبب هذاك الجندي اللي تبليسة، قال لي نطعن يقتلوني، قال لي جيت في المؤخرة تاعهم قال لي وحطيت انا البندقية تاعي كانت عندها عشرية انجلي، قال لي عندي 60 قرطاس، قال لي حطيتها على الرشف وقلت له الجندي له سبيل الحياة نرفد ودي ونديه، وإذا لي انقصرت نتلاقوا قد عند الله يوم القيامة إن شاء الله. قال لي بشرف أنا قال لي نفطم أنا ونموجد يلا يلا يلا، قال لي كي زكي ويطيح على كفاه نعاود الله وتعرفوا باللي هو مشطاش باللي إنسان الرصاصة تاعه ما طيحش في التراب. وكانوا إخواننا الحركة في التركيلات كي يسمعوا قرطاس يقول له أحصي روحك هذه تاع مشطاش اتاسيو اتاسيو، يعني انت تقول يعرفوا يعني الضربه تاعه. وهذا اخيرا مشطاش عملها في الطبع تاعه عمره ما يضرب ولا يضرب واقف،
يضرب على ولد يحكي لي قال لي كانت عندي 60 قرطاس قال لي والله ولدي 59 قابلي قال لي يدي لبسها قال لي القرطاس قال لي قعدت فاضي بها روحي خرجيه تفدى من الجندي على كتفه وداها من المركز وانتهت من القضيه تاع يعني الاخر من تاع المعدل عاود من انتقل يعني مدوا لها من سكسيون وحده دار كروشاج في عساس دار كروشاج عمل في سيدي يوسف حتى صادفت بقاره طيح طياره وهو مالا ضربت رصاصه هنايا من راس حس الشعر نحتاه ودله هنايا النار كذا من حتى كيزمونها دار معركه في جراف التراب هي في بني مطهر دار معركه مالا في جبل بوزلطان دار معركه مالا في جبل سيدي سعيد الممتد على الضيان تاع بوسوي انا كنت الشاف الجيو تاع بيدو معايا الاخ السنتوفيق ها واحد الحاضره مالا قدامي شفناه كي شغل العيا تسلط به بابا شطاش العيا شويه العيا قلنا لها مالا تولي مسؤول منى باش ولا تستراح قالنا ودي الشيء اللي تحبوا ديروه درناه رئيس منى ملازم يعني في الناحيه نتكلم بالمنى ولكن لما درناه مالا الناس اصحاب الجيش والمراكز استراحوا لانه عنده استراتيجيه مالا في هذاك التموين حتى وصلنا مالا يعني دار عقود مع ناس شرع عليهم القلب وفرقها مالا في المراكز وقال لهم كي جوعوا طبخوا القلب مالا وكلوا فدير شرا على القلب على 2 و 3 تاع الناس 400 ولا 500 قنطار وخلصهم من جمله مالا يعني كي يسمعوا الشيء اللي كنا نشوفوا فيه بطها حنايا مالا كان جينا الاوامر من عند الولايه كان رمضان يقولنا ما تصوموش قلنا ما نصوموش هو والله عمرنا كذا كنا بتبرع صحيح ما نصومش الصلاه عمره ما اقتحم عملا بالتيمم والا بالماء ما يريش صلاه الشيء الوحيد اللي كنا ما نقدرش نقعدوا قدامه كان انسان كثير البكاء ويقول لك املا نتمنى باش ما نحضرش لهذا الاستقلال فهمنا يعني املا هذه المزايا ولكن ماشي في دقيقه ولا 2 دقائق نحن نلخصوا يعني العمل تاع الطاهر المشترك تاع 7 سنين هذه من المحال لانه شيء كثير عليه وعلى المجاهدين هذا المجاهد الثاني المجاهد الثالث وهو الاسم تاعه الحقيقي خلادي الجيلاني المسمي فوزي هذا دار كونكور وهو صغير شاب صغير منى 20 عام منا من القريه تاع تيزي 20 كيلومتر قبل تلمسان من تيزي الا هو الوحيد اللي عنده بواب خلاص في ذاك الوقت دار كونكور وربحها مالا باش يخدمها مالا في البوشطه تاع الجزائر من الاوائل تاع الكل راه في سيت سنوسي وتولد بيمون عاد يحطوا لها الورقه تاع اللباس باش مالا يخدم الخدمه الوطنيه جاوبها مالا قالها الوضعيه قلنا لها هي مسؤوله ها ولا مالا قعد معايا كاتب لانه كانوا مكلفيني مالا بالمحاسبه تاع الماليه تاع الساكتور قبل ما تكون مناطق جبد معايا مالا عام وهو معايا يعني مالا ذاك الولد في الضحكه تاعه والقعده تاعه والنظام تاعه تقول هذا انسان لازم مالا 40 عام ولا 50 عام مالا في التنظيمات تاعه والخدمات تاعه من بعد ما تكونت جاوبنا يعني التقسيم تاع الثوره تاع المناطق انا تعينت مالا في الناحيه تاع بيدو جا فراج قال لي مالا دروك مالا كل واحد ناحيه لما تقسمت كل ناحيه مالا تقوم بالدور تاعها في حساباتها في تمويلها في دبروتها افترضت مالا معاه وكان الحظ تاعه الاستشهاد تاعه مع الان هو اللي دخلنا مع الدار استشهدونا في جبل بن علاسين في 61 كما يقول لنا الاخوان لانه انا ذاك الوقت في السجن ما نقدرش نوضح كيفاش نسمعوا حاجه اخرى ربما الاخ هذا حاضر في المعركه هذا ممكن انا اذا قدر باش يضيف لكم الشيء اللي توقع في هذيك المعركه رئيس المنظمه تاع المجاهدين هو موجود معنا لانه حاضر في المعركه هذه
عملها إخواني يسمونا في الكلمات. مسؤول عن المنظمة العضو الأمانة الوطنية للمنظمة الوطنية للمجاهدين الدكتور عبد العزيز حضري موجود بيننا هنا اليوم. كذلك ربما يقول كلمات. قوامه 14 رجل. كنا متمركزين في سيدي يوسف غني التعريف، متمركزين في سيدي يوسف، ويوم 12 ماي 61 كان في ذاك القيس يدخلوا الكتائب، بما ان الجيش فعلا داخل في التراب الوطني. لما زيرت فرنسا على الجيش زيرت على الثوره، والزياره اللي ربما الاعظم هو القضيه تاع السدود المقاربه اللي دارتها فرنسا. قعد الجيش ربما باش يقطع من هنا يمشي للمغرب، ولا من المغرب يجي لهنا، نخليو الشهداء، نخليو الولاد. اذا لما قربت الحاله 61 وبداوا المفاوضات الى اخره كل شيء، قعدت فرنسا تقاطع الكتائب اللي كانت تدخل، من جملتهم بعد 12 ماي كتيبه كبيره قوامها بالتقريب بين 130 جندي جايين داخلين. وعلى بالكم الكتائب اللي كانت تدخل، الجندي اللي يجي ما يجيبش الاسلحه فقط، يجيب زوج اسلحه اضافيه معاه باش يخلوا ذاك السلاح يخلوه الجنود اللي ما كانوش مسلحين هنا. فلهذا العمليه ما كانتش مبرمجه لهنا في بن علاتين. العمليه اللي كان دارتها فرنسا مبرمجه من سبدولين. فلهذا شراء الطيارات الى اخره كل شيء صبحوا من سبدولين. ولكن الحرب هو الحرب، وهذه فرنسا تعرفوها، ربما تالية ما تعرفوش ولا تسمعوا كي ولا الدولة الثانية ولا الثالثة في العالم من جانب السلاح وكل شيء. الجيش تاعها كان منا من عندنا، الحركات تاعنا الى اخره كل شيء. ففي الراس تاع بن علاتين ذاك اليوم خلاو فوج من الحركة لما عزة الفاصل تقريبا على 4 ولا خرجوا الجنسيات، خرجوا من السعدنية، وحاكمين الطريق اللي يعرف السعدنية راه يعرف يمشيها من تما، حاكمين الطريق باش يطلعوا من تما، يطلعوا مع طريق تشتيوي. شاعلين الضوء من الفجر اللي تركينا بشي عفرة تبدو مين نطلعوا كان نطلعوا على راس بن علاتين. طلعنا كاع الكل على راس بن علاتين، وفتنا عليهم بالك بينهم بالك 500 فقط، 500 مع الظلمه مع الغابه الى اخره. ما تنبهنا لهمش تماما، ما تحركوا، ما تسمح حتى والو، حتى منين خرجنا من الفوج، من حدا الفوج وكل شيء، تكلم رصاص ورانا. كي تكلم رصاص فرقت الناس، من ضمن 14 كان احنا 5، الاخرين خرجوا فاتوا. لحقت علينا صباح، لحقت لاموران هذيك الصفرة، الدور وتطلق في السنيان. سركينا كان في سبدو دارت ولت هنا راكم تعرفوا اللي في بلاد. اذكر واحد ربما وهو سيف الراجل رحمه الله الشهداء، استشهد في جبل بشار، وكان نائبا لقيادة الولاية، كان برتبة صاغ أول. الآن يلحقون جيش التحرير بالمؤسسة الدفاع، الجيش الوطني الشعبي، ونتكلم عقيل ونتكلم ضابط. الحقيقة الرتب التي كانت توجد في الثورة لها مساحة كبيرة أو مساحة كبيرة. وعلى إينال هذا كان طالبا في الطب وحقق شهادة طبيب، وكان من الممكن أن يتوظف طبيبا في عيادة ولا في مستشفى، إلا أن طلبتنا
في عهد ثورة التحرير اختاروا أن يكونوا ممثلين لهذا الشعب، وصعدوا على الجبال وعرفوا معاناة السجون وقاموا بالسكرتارية، وكونا أيضا من كانوا مكلفين بالاتصال أصحاب ترانسميسيون وغيرها. الآن الشباب ما لازمش يقنع فقط أننا نلنا السيادة بين أيدينا، عليهم أن يعيشوا أفضل مما عشنا نحن، عليهم أن يكونوا أقوياء أقوى مما كان جيش التحرير والشعب الجزائري في مواجهة المستعمر. لي أمامكم الآن أخ من الإخوان أعطاني اسم لثقافيين وقال دكتور، أنا في سن 7 سنين كنت عادة في شبه الحفا، وفيه هذيك التحسينات تاع الشاشية ولا الكارون 45 المجاعة، كلينا الجراد، كلينا مانيش عارف الربيع، كلينا اللي عاشوا الوقت هذاك يعرفوا. ولما كانوا يمدوا البون، الاخوان ربما ما ذكروش حاجات من هذا النوع، البون هذا اللي كانوا يمدوا عليه الريفيتايمون، كان الفرنسيين والاسبان والايطاليين اللي موجودين هنا جابوا لنا جحافل من كل اوروبا، كانوا يستولون على الخيرات. عرفنا نسير ولا ما عرفناش، 50 سنة في حياة شاب تعتبر طفل تاع 6 شهور. بمعنى ما هذاش الحال، مثقفين. في 45 كانوا عندنا 76 طالب في الجامعات كلها بفرنسا والجامعات تاع الجزائر الوحيدة. واش كانوا الاختصاص؟ كانوا يعطيونا محامي درجة أولى ويعطيونا طبيب دفعة، ماش اختصاصيين، ممنوع تمشي قدام. مع الاستقلال لا بروموسيون دوغول اللي خلاها شوية الناس تقرا، عاد ما استقلينا ما لحقناش 500 طالب في الجامعات الفرنسية، ما فيش 500. ولا ربما فيه موجودين الآن معنا اللي كانوا طلبة في أوائل عهد الاستقلال. كنا في جامعة وهران حوالي 200 واحد، ولربما 30 ولا 40 اللي دخلوا بشهادة البكالوريا، الآخرين برك بالاجتهادات والامتحانات سبيسيال هذوك وكذا. الآن العلم هو اللي يسير البلاد، العلم هو اللي يعطيكم الرفاهية والشباب. جيش التحرير ومن المنطقة الثانية رحت المنطقة الأولى، ومن المنطقة الأولى ردونا الحدود ورسلونا للصحراء. اللي كانوا معنا بقينا احنا 7 ولا 8 والآخرين استشهدوا. كان الأخ بلا تكلم عن الكتائب اللي كانت تقطع. عندنا في الدفعات هذيك الأخيرة لما جا السلاح كسر سلاح الحدود وكذا، ما بين 11,000 و 12,000 جندي، وكلهم كانوا في رعاية الشباب، أصحاب 20 19 18. الأكثر منهم استشهدوا في الطرق، واللي كانوا في التحرير يقولوا لله إذا راني غلط معليش نصحوا بعضنا. على الحدود التونسية أيضا نفس الشيء. الآن أنتم تشوفوا فرنسا تحب تبرق روحها. ساركوزي باباه البارح نخرج في الجورنال إذا شفتوا في الشعب ولا في الشروق وفي الخبر عاملين الصورة تاع بواه كان اللي يجي يتروجر في سيدي بالعباس. واليوم يفهمنا الوطنية. احنا أجيالنا عندنا في الثقة ويعيشوا أفضل مما عشنا نحن، وهذه بلادكم، لا بلد لكم إلا هذا البلد. وسيدي بالعباس من تسالة حتى الحدود مع الويتيام زون إلى ما نشهرت، ومع لاسيس
المنطقة أصعب منطقة كانت المنطقة هذه نتاع سانكيام اللي جات في حوض، والأراضي اللي مجيد بالعباس سهلة، وكانت معبر لجيش التحرير. هذه المنطقة دفعت الكثير. الآن سيدي بالعباس أو سطيف أو تمراست أو تندوف وجيش التحرير كان بسيط، شوية تاع خبز في الفقراء ولا في الموزات إذا جبروها وصلنا كلينا أشياء اللي ما نسميهاش الآن يعني. ولكن عزيمة الشعوب لا تقهر. صمم الشعب الجزائري أن يستعيد حريته وسيادته وفعل. الآن المطلوب من أبنائنا أن يعود ويفرض سيادته عليهم في هذا البلد. نحن أسياد وعليكم أن تبقوا أسياد وأن تعيشوا أفضل في حياتكم من الحياة التي عشناها نحن. وأشكر كل الحضور واسمحوا لي أنا الإطالة. بسم الله الرحمن الرحيم. كانوا معاه ناس هناك ليش شافوا له؟ لله إلا أولاد رانا ما مشي كان قاعد يحضر لأن المساعدة ما نشوف إذا كانت المجاهد وكان يحضر وهذا اللي كافي عينا نشوف وين ما نشوف يردونا الله غالب المجاهد وصفع القاضي أحمد مدعو جعفر لي عفا هنا يقول لكم كده. إذن شكرا على ابن المجاهد. إذن قبل ما نطلع الكلمة البسيطة فباسمكم جميعا نشكر ونرحب بالسيد ممثل السيد الوالي والمستشار الوحيد للسيد الوالي. فمرحبا بكم سيدي لحضوركم معنا في هذا اليوم العظيم. مرة أخرى الوصية أمام، فأنا لدي وصية بالنيابة عن السيد رئيس الدائرة، فهو يقول لكم كلام خرج من فمه بهذه العبارات. هو يسلم عليكم كثيرا، هو يقول إنني أحبكم، إنني أريد أن أشارككم في هذا اليوم العظيم، إنني أبادلكم كل ما تحتفلون به، لكن للظروف أحكام. فهو في اجتماع رسمي وعاجل مع السيد الوالي. مرة أخرى يعتذر لكم كثيرا. أما نرجع للكلمات بعدما سمعناها من شهادات حية ورموز الثورة، فنقول لكم أسيادنا وأبائنا لقد كانت كلمات جارحة ومؤثرة فعلا، ونحن من أبناء المجاهدين فجرحنا وتأثرنا بهذه الكلمات، وخاصة لما نسمع عن البطولات والمعارك التي قام بها الشهيد وليد بحلف المدعو السطار مشطاش. ونحن من جيل الاستقلال ومن المنطقة المعروفة تاع سيدي يوسف ومن العائلة القريبة تاع الشهيد، فنحن لدينا شهادة الطيارة اللي طيحها ما زالت راها في بلاصة يسموها قارنو، مازال راها كاينة في هذا الحديد تاعها. أما الشهادة الثانية نتاع جيل الاستقلال فهي معي هنا، وهي جائزة علمية لقد شارك فيها تلميذي درس عن يدي أكثر من 6 سنوات وهو موجود معنا، نور سي مراقب سي أحمد الذي أصبح أديب وكاتب لأحداث الثورة والتاريخ، فشارك ونال الجائزة الثانية وطنيا. وعنوان الكتاب القناص مصطاش،
وقراع الموت، فهو موجود. تفضل سيدي. مرة أخرى أنحني أمامكم أقدم لكم كل ما يجول في نفسي وأنا من جيل الاستقلال. بعدما سمعنا النداء والميساج نقول لكم سيدي أننا فهمنا وأننا سنكون خلفا للسلف الصالح في الدفاع عن الجزائر، عن البلاد الحبيبة، ونقدسها ونحبها ونموت من أجلها. وشكرا باسمكم جميعا. فنحضر معكم جميعا مسرحية بسيطة لكنها كبيرة جدا في عمق التاريخ والثورة، وهي التابعة لدار الشباب التابعة لقرية الصفصاف. فمرحبا بكم جميعا نحضر هذه المسرحية البسيطة. تفضلي طالعين. فاطمة ورجلي الغدا الخوف باش يفطر راه واجد. الله يقبل يا وليدي. امين امين. قول يا وليدي.
زيد كل يا وليدي زيد كل. لا يوم الحمد لله شبعت. يا مو ما يخبرك تحمد فيك لا الخير ان شاء الله. باغي نلتحق بجبهه يا وليدي غير بلاك وزيادتك باغي تزيد انت يلا لا يقدر تفرحي وانت غرتي ولا هذاك بات الشهاده سبيل الله. يا ما الواجب الوطني راه يناديني ولازم المقدمة هنا معك. هذه القاعة إن شاء الله عامرة وأثها لنا شوية الشباب تاعنا. هذا طلب رسمي. قريب ولا ما كانش نشري لك كراسة. هذا رسمي وقبول رسمي. مقبول. الحمد لله. صفقوا على سيد.
شوف